قد ايه وصفة النهاردة سهلة وبسيطة ونتيجتها مرضية. هعمل النهاردة بسكوت سهل جدا من غير زبدة ومن غير بيض ومن غير مكنة ولا كيس حلواني. مكونات بسيطة جدا عندك في المطبخ، ان شاء الله هتقومي تنفذيه وهتعملي لولادك احلى بسكوت من ايديكي. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل البسكوت الجميل ده خطوة بخطوة مع بعض. مج الشاي اللي في المطبخ هعاير بيه كل المقادير. اول حاجة معايا كوباية من السكر البودرة، انا طحناه في البيت، يكون ناعم جدا. بعد ما بطحنه بنخله عشان يبقى ناعم جدا. هضيف عليه نفس مقدار الكوباية سمنة تكون ساقعة، انا مستخدمة سمنة عادية مش سمنة بلدي ولا حاجة. لو حضرتك عايزة تستبدلي كوباية السمنة بكوباية زبدة مش لازم تسقعيها خالص، خرجيها من التلاجة قبل ما تشتغلي بساعة. لكن انا جمدت السمنة قبل ما اشتغل على طول. دلوقتي لازم الخطوة المهمة عشان البسكوت بتاعي يطلع ناعم وما يفرش معايا في الفرن ان انا اخفق السمنة والسكر مع بعض. انا هشتغل بالمضرب اليدوي، مش هشتغل باي اداة كهربائية، عشان يبقى مناسب لوصفة النهاردة ان هي اقتصادية ومش مستخدمين فيها اي حاجة. هقلبهم مع بعض كويس لحد ما ادوب السكر تقريبا 100%. ليه هدوب السكر 100%؟ علشان لو كملت بقية المكونات على الخليط من غير ما السكر يدوب، للأسف البسكوت هيفرش من الفرن في الفرن، ودي المشكلة اللي بتحصل مع الأغلبية. بعد ما ادوب السكر مع السمنة طبعا بقلب بالمضرب السلك بسرعة جدا. نزلت بربع معلقة من الفانيليا بعد ما يديني قوام كريمي فاتح بالشكل ده. دلوقتي هعاير معاكم معلقتين كبار من الزيت، يكون الزيت نضيف ما يكونش ليه ريحة، لان الزيت اللي ليه ريحة بيبان جدا جدا في النواعم. هقلب المكونات مع بعض. بعد ما ضفت الزيت، اي حاجة بضيفها على المكونات اللي قبليها بحاول ان انا امزجها مع بعض كويس لغاية كده تمام ومفيش اي مشكلة معانا. دلوقتي هنزل بربع كوباية من الحليب درجة حرارة المطبخ عادي. ربع كوباية من الحليب، حليب بلدي او حليب بودر تاخدي منه ربع كوباية، ما فيهاش اي مشكلة، اي نوع حليب عندك ضيفيه. زي ما اتفقنا ان انا اول ما هنزل مكون هدمجه مع المكونات اللي قبليها علشان اضمن نتيجة حلوة جدا. دلوقتي انا معايا معلقة كبيرة من النشا الذرة، نزلت بيها على المكونات وبرضو بديها تقليبة مع بقية المكونات اللي قبليها. انا هشتغل النهاردة بنص كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات، بس انا ضفت النشا وربع معلقة من البيكنج باودر على طرف معلقة الشاي، ربع معلقة صغيرة، وذرة ملح على قد ما تقدري. ربع معلقة البيكنج باودر ما تزيدش علشان البسكوت ما ينفخش في الفرن. معايا نص كيلو او 3 كوبايات من مج الشاي ممسوحين، ونص كوباية من دقيق جميع الاستخدامات. خدت منه معلقة كبيرة شلتها على جنب، يبقى انا كده معايا 3 كوبايات ممسوحين ونص الا معلقة كبيرة. المعلقة الكبيرة اللي شلتها دي هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي، هتظبط معانا الدنيا من غير ايه ما نتعب. هنزل بالدقيق على مرتين، اول ما الدقيق يختفي هنزل بالكمية التانية وبقلب مش كتير. اول ما الدقيق يختفي هوقف تقليب. ممكن طبعا تعجني بايدك، بس انا قلت اقلب بالسباتيولا وبعدين في الاخر ابدا اعجن بايدي بعد ما العجينة تلم مع بعضها. 3 كوبايات ونص من الدقيق اللي شلنا منهم معلقة. طبعا هنعمل نص بالكاكاو زي ما شفتوا في اول الفيديو، والنص التاني هنسيبه ابيض بالفانيليا. وصفة البسكوت النهاردة حلوة جدا ومقرمش، معلقتين الزيت اللي حطيناهم هيفرقوا جدا في طعم البسكوت وقرمشته. بعد ما دوبت الدقيق والعجينة شربته كله واختفى، دلوقتي خدت نص الكمية في طبق تاني. معلقة الدقيق بقى اللي شلتها على جنب ضفتها على الخليط اللي هعمله بالفانيليا. العجينة اللي هعملها بالفانيليا زودت عليها معلقة الدقيق اللي شلتها. تمام، هلم بقى البولة وهعجن بايدي. العجينة مش بتلزق خالص وبتنضف الطبق وفي نفس الوقت طرية وملسة. هوقف عجن، مش هعجن كتير عشان كتر العجن بينشف البسكوت. يفضل ان احنا نحط الاطباق بتاعه العجينه في مكان هوا او جنبك مروحه. في الجو الحر ده السمنه ممكن تفصل منك لو بتشتغلي في مكان سخن وحر ويبوظ البسكوت خالص. فيفضل ان انت تحطي البولات بتاعتك في مكان يكون هوا او في مروحه جنبك. النص التاني ضفت عليه معلقة ممسوحة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وبرضو عجنتها كويس جدا لغاية ما الكاكاو اختفى فيها. كده عندي المقدارين، مقدار بالفانيليا ومقدار بالكاكاو. هبدأ بقى نشكلهم من غير زي ما قلت لكم يا حبايبي، من غير حتى بلبلة البسكوت، التيب بتاع البسكوت حتى مش هنستخدمه. هنعمل الشكل الحلو اللي شفتوه في الاول ده، شبه بسكوت المكنة وبسكوت القمع بس من غير حاجة. انا فردت كيس تلاجة علشان يبقى سهل عليا لما اجي ارفع البسكوت زي ما هتشوفوا دلوقتي. ممكن ارفعه من على المفرش السيليكون، بس الكيس التلاجة اخف، هيرفع معايا البسكوت بسرعة ومش هيكسره. خدت قطعة من العجينة وفردتها بسمك مش رفيع ومش سميك،
يعني في سمك متوسط، سمك البسكوتة العادية اللي متعودين عليها. وبعدين هساوي العجينة. حجم البسكوتة ده بيرجع لك، لو عايزة تعملي الحجم صغير، لو عايزة تعملي الحجم طويل شوية، زي ما انت تحبي. وبعدين هعمل عليها خطوط بالشوكة زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يديني نفس شكل البسكوتة. الخطوط اللي على البسكوت اللي زي بتطلع من المكنة او بتطلع من التيب بتاع اللي بنحطه في كيس الحلواني. عجينة البسكوت النهاردة جميلة جدا، انصحكم تجربوها حتى لو هتشكلوها بقطعات بأي حاجة، بس العجينة ممتازة وهتطلع معاكم بسكوت مقرمش وتحفة. قطعته بالشكل ده. انا حبيت ان انا اعمله بالشكل ده علشان في حبايب ليا في التعليقات كتبوا لي ان هم عايزين يعملوا بسكوت المكنه وما عندهمش ولا مكنه ولا قمع. فايه البديل ان احنا نعمل بسكوت المكنه اللي هو بتاع ساقه الشاي ده. هي الفكره دي اللي هتعملوا بيها ان شاء الله. وبشيلها بقى كده، انا بقطعها بسكرابر. طبعا لو عندك مسطره نظيفه قطعي بيها، لو عندك اي حاجه بلاستيك تكون حاده قطعي بيها البسكوت بتاعك وشيليها كده. وطبعا ممكن تشيلها بايدك عادي. اهي بشيلها بايدي عادي من على الكيس، بيسهل عليا ان انا انقل البسكوته للصينيه. بصوا سمكها مش سميكه قوي، وفي نفس الوقت مش عايزاها تخينه علشان ما ينفخش ويبقى طري. عشان السمك العادي بتاع البسكوته اهو، بصوا بالظبط كده، ما تبقاش ارفع من كده عشان ما تتكسرش وانت بتشيليها، وما تبقاش اتخن من كده علشان ما تنفخش وتقب. اهو السمك ده بالظبط، ده اللي هيطلع البسكوته معاكي مظبوطه. برص البسكوت بتاعي كله في صواني مش مدهونه اي حاجه، هو فيه ماده دهنيه كويس. الماده الدهنيه اللي في المكونات النهارده كفايه. ما شاء الله النص كيلو عملوا معايا صاجين، بسم الله ما شاء الله، مليانين، صاجين كبار. يعني الكميه اللي شفتوها في اول الفيديو دي كانت ما شاء الله نص 3 كوبايات ونص من الدقيق. ما شاء الله شوفوا بقى لما نشتريه من بره بيتكلف قد ايه. ما كلفناش اي حاجه، ولا شغلنا اي اداه كهربائيه، ولا عملنا اي حاجه، وعملنا بسكوت سهل جدا وبسيط. وكمان ما حطيناش في بيض، وطلع نتيجته حلوه جدا. اهو برصه بقى في الصواني زي ما حضراتكم شايفين. بتظبطي بقى شكل البسكوتة على حسب ذوقك. طبعا مش بتطلع 100% زي ما بيطلع من المكنة او بيطلع من القمع، بس ايه، بيطلع جميل برضو، يعني بيعتبر برضو نفس الشكل وجميل. طيب اهم حاجة يدخل معاكي الفرن ويطلع معاكي نفس الرسمة، يبقى كده انت بسكوتك ناجح مهما عملتي من رسمة. اهم حاجة ان هو يطلع معاكي البسكوت مش فارش، والرسمة بتاعته اللي انت عاملاها حتى لو عملتي له كده اشكال بالشوكة، اهم حاجة ان الرسمة طلعت مظبوطة ما سحش منك، يبقى انت كده شغالة كويس قوي. بصوا كيس التلاجة بيظبط معايا الدنيا ازاي، بيبقى سهل ان انا اشيل من عليه العجينة، وسهل ان انا ارفع منه البسكوت. دي برضو المقدار اللي كنت عملته بالكاكاو، عملته نفس الشكل بس طولت البسكوتة شوية بتاعت الكاكاو. البسكوتة اللي بالكاكاو لو تلاحظوا ان انا عملتها اطول شوية من بسكوت الفانيليا، علشان يعني اوري حضرتك ان هو ممكن تعمليها اطول شوية، مش لازم تعمليها نفس المقاس ده. يعني ممكن تعمليها مقاس وسط، وممكن تعمليها مقاس اطول شويه. دي اللي بالكاكاو اطول شويه زي ما حضراتكم شايفين. بدخل البسكوت على الفرن مسخناه من قبل على درجه حراره 200، علشان لما ادخل البسكوت على الفرن بارد بيفرش. لازم ادخله على فرن سخن، وبعدين بقعد الف في الصاج كويس علشان ياخد اللون الذهبي الحلو. ولو ما خدش لون افتح عليه الشوايه ثواني معدوده وانت باصه عليه علشان ما يتحرقش. وان شاء الله تجربوا الوصفه دي ويطلع معاكم احلى بسكوت موفر جدا واقتصادي. اتمنى تجربوها، وما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية اقتصاديه في حفظ الله.